عم الزوجة إذا مو زينة، كلش مو زينة، مثلا طقع طية مثلا، كلش مثلا كلش يعني مو زينة، وفرد وحدة تعبانة، هم هي نص البيت، جاي اللي يكنس انت، ويا اللي يغسل الهدوم انت، ويا اللي يلبس حفاظة انت، ويا اللي يسوي الممية انت. لا، هاي المرة ذا مو زينة وكلش تعبانة وعليها ما عليها، هي نص البيت، نص البيت هي. والله هي كل البيت، كل البيت. انت بيتونة ما تصير بالبيت، اي والله طارمة ما تصير بالبيت. كل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون كان عيني؟ إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وعافية. وفيديو اليوم إن شاء الله يعجبكن. طبعا بالبداية عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد الإمام الحسن عليه السلام كريم أهل البيت. وطبعا هاي فيديو اليوم بديته وياكن مثل كل مرة. طبعا الغدا بعدين تعلمت أنا على فيديوهاتي أول ما أبدي بيها بالغدا. هنا كنت مقررة بعد من الليل، قلت لهم روحوا جيبوا لنا طرشانة، سويتها. بس قلت خاف الجهال واحد يعني يعجبه ياكلها واحد ما يعجبه، فكانت عندي فاصولية مسلوقة وضمتها بالفريزر، طلعتها طبختها شوية مرقة وياها، مرقة فاصولية وشوية طرشانة. هنا أنا نقعتها وإيش قد الذب رمل، يعني رادلها غسل هواية. ظليت يعني أغسل بيها وأذب ميها، أغسلها وأذبها إلى أين صفى. شوفوا هذا رمل يعني. هاي عوداني ورا ما غاسلتها 4-5 مرات، وهاي بعدها الذب، وظليت أغسل إلى أن المي مالتها صفى. يلا بديت أطبخ بيها. هواية يصير بيها رمل، يعني رغم هي من جابوها وشفتها تبين نظيفة وزينة، بس يعني هم بيها رمل فتريد غسل هواية. هنا بعد ما غسلتها هيك اني طبعا هاي طريقتي، اكو يخلوا لها لحم، اكو يخلوا لها معجون، واكو يخلوا لها حمص ويا اللحم يعني والمعجون، فاني ما هاي طريقتي. تصير مثل المربى كلش طيبة. هاي حمستها شوية وبعدين خليت لها مي وشوية هيل مطحون وخليتها تفور. هاي بعد ما نشف ميها يلا ذبيت لها الشكر. من راح اذب لها الشكر راح شوية عباكي يصير بيها مي النوب، فاني خليتها على العين الصغيرة ونصيتها، وما خليها يعني حالية حيل. يعني هيك واحد من ياكلها تحمس حمس، لا. خليتها على العين الصغيرة ونصيت نارها. وبعدين حمست لها شوية فستق، حمسته شوية دهن خليت له وحمسته وخليته عليها، يعني حمصته مو حمسته، حمصته. هاي طبعا من استوت خليت اللي هي حتى شنو من واحد ياكله شوية يعني يحس بطعمه ما ينقع ويصير مثل المبلل، لا شوية يعني يقرط. هاي صارت كأنها مربى. وهذا كان غدانا وسهمنا وسهمكم العافية. طبعا هاي الخيار والفلفل ما ثرمته، خليته قد خاف ما ياكلوا يظل حرامات، ليش اذبه، خليته هيجي اللي يريد هو يقص بالسكينة بعد وياكل. وهاي اللي يريد ياكلها ويا التمن الطرشانة ويا الخبز، هي كانت يعني طيبة، وواحد شلون ما ياكلها ويا التمن أو ويا الخبز هي طيبة. وهاي خير ونعمة من رب العالمين، وسهمنا وسهمكم العافية. طبعا بعد ما خلصت الغدا طلعت للطرمة، كانت هم ما غاسلتها، سقيت ذني زرعاتي المتواضعات الحلوات، سقيتهن. وبعدين قلت خلي أغسل هالطرمة، غسلت الباب.
هاي هنا اني مقللة يعني المي من فتحت عليهن حتى لا الزرعاية تنكسر حرامات. هاي هنا انا سقيتهن وكملت انه بلشت اغسل بالطرمة. طبعا أنا تنظيف الطرمة دائما يصير الظهر، الصبح حارة يعني كلش حارة، فما أغسلها الظهر يعني ورا 3. أغسلها وأغسل بابنا، هاي شوية هنا هم الباب غسلتها. غسلت الباب ونظفتها، وهاي الطارمة صارت نظيفة ومرتبة، وطبيت لي البيت. بعد سوينا كم شغلة إلى أن جا وقت العشاء. فبيومها هاي قررت سويت لهم بيتزا، هاي بيتزات صغار ذني، وهاي صارت بيتزا كبيرة. هاي طبعا هنا أنا خليت لها الجبن والجهال، واحد يقول لي ماما خليه أبيض بعده، وواحد يقول لي لا خليه ياخذ لون. هنا عود جبتها، بعدين كان يقول ماما خلي الجبن ياخذ لون شوية، رجعتها للفرن، وهاي هنا حمصتها. وهاي كانت البيتزا مالتنا، كانت كلش طيبة. ولهنا يخلص الفيديو، مع السلامة.